داوي عقلك عن طريق قلبك بلسانك. ايه الكلام ده؟ طيب اقول لك تعملها ازاي ولا اقول لك هتعمل لك ايه؟ هقول لك الاتنين. بص يا سيدي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى الصحة النفسية والثبات العقلي محتاج قلب طيب، والقلب الطيب بيبقى طيب عن طريق تطهير اللسان بذكر ربنا عز وجل. وما تعملش حاجات كتير غلط بنعملها كل يوم، احنا كل يوم بنعملها. ما تضايقش مراتك، ما تشتمش خطيبتك، ما تزعلش اهلك، ما تأثرش في شغلك، طلع من هدومك القديمة ودي للناس. اعرف ان في جزء مش كبير بس في جزء من مرتبك مش بتاعك، لانها دي فلوس ربنا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم مقابل ايه بقى؟ مقابل الجنة. يعني انت وفلوسك مقابل ايه؟ الجنة. طيب الصحة النفسية محتاجة ايه؟ محتاجة ثبات. الصحة النفسية اليومين دول محتاجة ايه؟ محتاجة صبر ولين، ومحتاجة ان انت تنخ، تكام داون، تنخ بمعنى الكلمة. علشان ايه؟ عشان تكسب عقلك في فترة بقى الصح فيها غلط والغلط فيها صح. لو انت وصلت للنقطة دي يبقى اعمل شير واللايك على حسب الفيديو عجبك او مش عجبك، ويعرف ان الا بذكر الله تطمئن القلوب. صلي على سيدنا محمد.